يا اما بعين الجيران، اي حد في مصر هنكون بنقارن بيه. مقارنه الحته دي ايه؟ ايه اللي بتوصل لي؟ ايه الصوره لما بتوصل لي لما قاعد بقعد اقارن؟ قولوا. ان انا لازم ابقى بشكل معين عشان حب. لازم اكون اجيب الدرجات دي عشان حب. انا ايه مثال تاني لما بقعد اقارن واتناقض كتير؟ مش مقبول على وضعي. مش مقبول على وضعي. انا مش كفايه. انا في حاجه ناقصاني. انا مش كامل. انا معيوبه. انا في عيب. ايه هو ما اعرفش، بس انا في عيب. تاني حاجه البيئه الغير صحيه. البيئه الغير صحيه بمعنى اللي فيها عدم احترام، وفيها كلام سلبي، وفيها شتايم، وفيها تهزيق، وفيها عدم، مفيش امل، ماليش اي خصوصيه في اي حاجه في حاجتي. دي بيئه عموما، دي حاجات بتسبب تشوه في الصوره. كمان توقعات غير واقعيه. يعني انا عايزاكي مثلا بمقدراتك دي تقفلي في المرض كله. طب انا مثلا انا قدراتي ما تجيبش، انا عايزك تقفلي. فدايما انا قاعده في توقعات غير واقعيه. والتوقعات دي اوقات يعني حتى لو انا جبت 9.5 في 10 انا بحس ان انت مش مقفله، انت مش جايبه. فدايما التوقعات حتى لو انا جايبه 9 او حتى عموما التوقعات بتوصل لي ايه؟ انا فيا نقص، انا فيا حاجه مش كامله، انا مش عارفه اوصل للحته التوقعات بتاعتكم. طبعا الاساءات في الكلمات، الشتيمه، التهزيق، اساءات جسديه، ضرب واهانه، ده كله بيشوه الصوره بتاعتي. وطبعا الاساءات الجنسيه هي اللي على الطب، اللي هي مش بتشوه، هي بتدمر صورتي عن نفسي. ان انا بتكون صورتي ان انا عرضت الاساءه الجنسيه انا وحشه، انا فيا حاجه غلط، انا معيوبه، انا اكيد فيا حاجه غلط. فمش بتدمرها، بتنسفها.